سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا وجبت معاي كاطو بنين وبسيط وهي قلوب الشوكولا بطريقة بسيطة وسهلة. يلا بينا نبداو بالمكونات. نحتاج 250 غرام مارغرين. انا هنا استعملت مارغرين تاع لابيل. كما نعرفوا المارغرين تاع لابيل تكون طرية، ومن الاحسن انكم ما تخلوهاش في الفريجيدير، جبدوها من قبل باه تلقاوها سهلة. نضيفوا كاس سكر ناعم، سكر غلاس، ونخلطو كلش بالباتور. الكمية تاع 250 غرام مارغرين كافية باش تخرج لنا كمية كبيرة، وانا خدمت بيها وخرجت لي كمية ما شاء الله. كما راكم تشوفوا نخلطوا كلش بالباتور حتى يولي شكل كريمي. في الاول تلقاوها مرمله ما تحبش تخلط معاكم، بصح بقاو خلطوا حتى تتحصلوا على قوام كريمي، ما يكون ثقيل القوام تاعها على شكل كريمه. شوفوا لي القوام اللي وصلنا ليه، لازم توصلوا القوام هذا. بقى خلط حتى توصل تلقى القوام تاعك تقال. نتوما تحبس. هنا نضيفوا كيس تاع لافاني، انا نستعمل تاع نواره. ومن بعد نضيفوا الزيت تاعنا. شوفوا نصيحه، الزيت تاعكم ما تضيفوهش على دفعه واحده، ضيفوه بالتدريج. حط المره الاولى وروح خلط، بعد من وراها تحط كميه من الزيت وخلط. المهم انت بقى ضيف الزيت تاعك بالتدريج وخلط. انا هنا ما حبيتش نقص لكم لا فيديو باه تشوفوا كيف قاعده نزيد في الزيت تاعي حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي كيما كي نكونوا نطلعوا الشونتي هكاك تحسوا بيه. يكون شوفوا معنا، شوفوا القوام اللي وصلنا ليه. لازم تحصلوا على هذه النتيجه كيما وصيتكم. الزيت لازم تضيفوه بالتدريج. من وراها نزيدوا 2 بيضات كاملين، يعني بصفار البياض تاعهم، ونخلطوا كلش مع بعض. لازم نشوف الكاطو هذا لازم تخلط مليح باش ما يجيكش يابس. من بعد من وراها نزيدو كاس تاع النشا، ونص مغرف نسكافيه، قهوة سريعة الذوبان. شوفوا النشا والسكر غلاس والفارينة قبل ما تستعملوهم لازم تغربلوهم باه نحيو الهواء هذاك اللي فيهم. ونخلطوا النشا تاعنا والنسكافيه مع الخليط نتاعنا. نزيدو له قرصة ملح مع 2 مغارف كاكاو مع نص خميرة كيميائية. ضيفوا نص برك، ما تحطوش باكي كامل. الباكي هذا فيه 10 غرام، انا حطيت منه 5 غرام. ومن بعد نبداو نضيفو في الفارينة تاعنا. كما قلت لكم الفارينة لازم تغربلوها، وهنا من الاحسن انكم تخدموا بيديكم. انا هنايا زدت مغرف كاكاو، ونبقاو نضيفو الفارينة تاعنا بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. وكي تكونوا تضيفوا في الفارينة ما تشيحوش العجينة تاعكم بزاف، خليوها طريه. كي تكونوا تضيفوا في الفارينة ما تعجنوش، خدموا باطراف الاصابع تاعكم. كيما على بالكم بلي الكاطو كي يتعجن من بعد في الفور يهبط لنا، سما لموا بالاطراف تاع الاصابع تاعكم برك حتى تحصلوا على عجينه ما تكونش تتلاصق في اليد، وتكون طريه وماشي ناشفه. لان الكاكاو تاعك بعد ما تخليه، كي تخلي العجينه تاعك ترتاح راح يمتص لك هذاك الرطوبه، يزيد ينشفها. سما ما تخليهاش ناشفه، يعني عينك ميزانك. كي تكون تخدم بيدك تعرف القوام اللي توصل ليه. من بعد من وراها نجيبو كيس بلاستيكي تاع النيلو. انا عندي 2 اكياس. نحط العجينه تاعنا ونبداو نحلو في العجينه بين الاكياس كما قلت لكم باش تجيكم سهله وما تتعذبوش كي تكونوا تحلو فيها. المهم حلوها على سمك يكون ماشي رقيق بزاف وماشي غليظ. من بعد نبداو نطبعو. انا عندي هذا الطابع، كل واحد على حساب حجم الطابع اللي عنده. هنا نكملو نطبعو العجينه تاعنا كامله وندخل لها للفور على 160 درجه، وما تخليوهاش تحرق من تحت، ومن الاحسن ما تشعلوش من الفوق باش ما يتحرق لكمش. كما شفتوا بعد ما طابلي خليته يبرد ورحت خدمت كريمه الزبده. نحتاجو 250 غرام مارغرين، طبعا لابيل. انا نستخدم لابيل نلقاها طريه، يا لابيل يا صول. نزيد معاها نص كاس سكر غلاس، ونخلط مليح حتى يولي على شكل كريمي. ونروح ندوب مورسو تاع شيكولا دادا. من الاحسن تستعملوا شيكولا دادا. بالنسبه للناس هذوك اللي يستعملوا شيكولا دادا ويقول لك ما جاتني السائله ولا ما زيدوا لها كل مرصو زيدوا مغرف زيت.
نضيفو الشيكولا تاعنا اللي ذوبناها على حمام مائي الكريمه هذيك، ونروحو نخلطو كلشي حتى يولي على شكل كريمي، ونيجي نحطوه في لابوش ونبداو في التزيين. شوفوا كيما راكم تشوفوا، نبداو في الحواف، من بعد في النص انا حطيت الكراميل. تقدروا تضيفوا، تقدروا ما تحطوش هذاك الكراميل كامل وتخدموا بكريمه الزبده على الحبه تاعكم كامله، يعني ما تضيفوش هذاك الكراميل وتخدموا بكريمه الزبده. هنا رحت ذوبت في الاول ذوبت 250 غرام من شيكولا بيجيكا بالحليب باه نبدا نقلاصي الحبه. من بعد من وراها ما كفتنيش هذه الكميه، اي كملت 250. سما نتوما ذوبوا 500 غرام، يعني الباكي كامل ذوبوه، وانا نروحو نقلاصيو كما راكم تشوفوا. نحطوا الحبه ونسيي ونهبطوا الزائد هذاك. كما راكم تشوفوا العمليه واضحه قدامكم، يعني درت كم قاطو ساهل، ما كان اسهل من هذه الوصفه. ما تنسوش خليوا لي جيم وابوني. التزيين يكون اختياري، انا حبيت نخليه شكل بسيط، يكون نظيف ويكون نقي. حطيت حبه لوز وخلاص، وهنا قسمته قدامكم باه تشوفوا، قسمته بالموس. شوف جاء يدوب في الفم، والله غير روعه يا البنات. ننصحكم انكم تجربوها، وخليوا لي في الكومنتير اسكو درتيو الكاطو ولا مازال، فضيتي ولا وين وراكم واصلين. وان شاء الله تعيدوا بخير، ونتلقاو في فيديو جديد، ومع السلامه.